يعني انت ابتديت بسولوشن معين او برودكت معين هتركب عليه اكتر من فاليو ادد سيرفيسز، ده ممكن السكيل يكبر عن كده بكتير. فاحنا شايفين اوبورتونيتي واضحه يعني. فكرتوا في ايه في بلو وركس لما جيتوا تنفستوا، لما كنا بنقابلكم سبيشال ان احنا قابلناكم في الاول خالص؟ دي كانت الميزه في اول قبل ما نبدا اصلا انتوا الاثنين، وبعدين تاني النهارده لسه مع بعض تقريبا بقالنا 4 سنين بعد 3 سنين ونص. فكرتوا في ايه او الانفستمنت كان في دماغكم ايه في الانفستمنت في بلو وركس؟ احنا اتقابلنا بتهيألي اول مره كان في 22 صح. بس احنا بصينا على بلو وركس مرتين قبل ما التيمتلي عملنا الانفستمنت، فابتدت في 22 قبل ما تبداوا خالص، فكنا معجبين بالتيم بطريقه التفكير، كان عندنا داوتس على السبيس. صح. وبعد كده لما اتكلمنا بعدها لان انتوا بداتوا تشتغلوا والدنيا بدات تقوم بطريقه كويسه، بس كان ساعتها الكاستمر بيرسونا او اغلبيه الكاستمرز بتوع الشركه كلهم شبه بعض وفي حته معينه، وكنا حاسين هو احنا في حد هيعرف يتعامل معانا بره الحته دي. فكان ده كان ده تساؤل، وكان في تساؤل على احنا هنعرف نون بورد كام كاستمر في الشهر. رجعتوا لنا بعدها اي ثينك 5-6 شهور حاجه كده، وكنتوا جاوبتوا بوضوح قاطع في النقطتين دول، ان توسعتوا بره السيجمنت. في ال5 شهور دي كنت محلل ما بينكم. صح، دي حقيقه. فكنا في سيجمنت معين اللي هو يعني سبيشالتي كوفي، سبيشالتي ريستورانتس، لوكال براندز بمواصفات معينه كلها متشابهه. فجاه لقيتها جايه بتقولي لا ده انا بقيت ريتيل ملابس، بقيت كونستراكشن، بقيت شركات حجمها اكبر بكتير، بقيت شركات اصغر. فبقى في دايفرسيتي معينه اتحققت في الكاستمر بيرسونا الاتراكتد دي كل مكمله معاكم. فدي كانت حاجه لفتت انتباهنا قوي. رقم 2 كنا عندنا قلق ان هيبقى في برايسنج بريشر، لقينا ان اكشلي بالعكس البرايسنج يا اما ستيبل يا اما بيزيد لما بتدي فاليو ادد سيرفيسز بطريقه معينه للكاستمر. والنقطه الثالثه بتاعت احنا هنعرف اوبريشنلي اون بورد كام كاستمر في الشهر. كنا حاسين ان احنا هنوصل لحته كده وهنخبط في سقف، مش عارفين، مفيش عدد ساعات كافيه وهكذا. فلقينا ان لا مش ده اللي حصل، يعني بدات تكبر التيم، العمليه بدات تبقى مور سكيلبل، الشخص بيون بورد ناس اكتر عشان بقى في افيشنسيز معينه وليسنز ليرن معينه. فحسينا الاون بوردنج بروسيس اللي احنا كنا قلقانين منه طلع مش بوتل نك في الشركه. فلما لقينا بقى بعد يعني في ثالث مره والثالثه ثابته لقينا ان هو اكشلي لا الحاجات اللي كانت قلقانه طلعت يو دي ريسك ذم اسينشال. فرق برضو ان انت يو اون بورد بقى الشركات بتاعتي اللي هي اصلا توتالي ديفرنت عن بقى قهوه وكده، بتتكلم مصانع لوجيستكس، يعني بيرسونا مختلفه تماما. وهو شايف انه لا ده انا محتاجه جدا. صح. وفي اللي ابتدى باماونت وبيكبروا والسكوب بتاعك بيكبر. وبعدين حاجه كمان زياده، احنا شايفين انه البرودكت بتاع النهارده ده دي بدايه، انت ممكن اكشلي تسكيل البيزنس زي ما احنا كنا بنتكلم في اكتر من سبيس تاني ثرو، يعني انت ابتديت بسولوشن معين او برودكت معين هتركب عليه اكتر من فاليو ادد سيرفيسز، ده ممكن السكيل يكبر عن كده بكتير. فاحنا شايفين اوبورتونيتي واضحه يعني.